اليوم عندنا الخلية البدينة، هي خلية واسعة الانتشار، يكون السيتوبلازم مالته محبب كشلون سويناه، والنواة محيطية ومركزية الموقع، تحتوي على الهايباري والهستامين. نعم. المجموعة الأخرى اليوم هنشتغل بالخلية الدهنية والليف الشبكي والليف الأصفر. الليف الأصفر طبعا يكون على شكل منفرد، يعني ما يكون على شكل تجمعات، والنهاية تكون أطرافها ممتدة. ما بالنسبة للليف الشبكي سمي شبكي لأن جميع تفرعاتها متشابكة ويوجد في العقد اللمفاوية وظيفتها الإسناد. والخلية الدهنية تكون محاطة بقطيرة دهنية تشغل معظم المساحة، والسيتوبلازم فيها يمثل بحلقة نحيفة. شكرا. عندنا خلية البلازمية تكون نواتها محيطية جانبية، وتكون وظيفتها تكوين الأجسام المضادة وحماية الجسم من الإصابات. شكرا يا عبد الوهاب. الخلية البدينة تكون أكثر الخلايا شيوعا في الألياف، وتكون شكلها كروية كبيرة الحجم، حبيبي السيتوبلازمها حبيبي، ونواتها مركزية الموقع صغيرة. أما الوظيفة اللي هشرحها تتلخص وظيفة الخلية هاي أن تحتوي على الجين اسمه الهستامين. وظيفة هذا الهستامين يكون بتقليص العضلات المواساة الموجودة في القصبة الرئوية المهمة، واحتوائها أيضا على الإجبار المهم بتخثر الدم. شكرا. نعم فاروق. هنا الخلية الدهنية تكون قليلة الشكل وتشغل معظم حجم الخلية. نعم. ونواتها تكون جانبية الموقع، والسيتوبلازم متمثل بحلقات نحيفة، ووظيفتها تعمل على خزن الدهون وتوليد الطاقة وحماية الأفراد من فقدان الحرارة. شكرا. نعم. نعم مهند. النسيج الظهري العمودي البسيط. هنا شو اسمه النسيج الظهري العمودي البسيط يكون النواة مالته بيضاوية كبيرة الشكل، قريبة إلى الغشاء القاعدي. هذا الغشاء القاعدي؟ نعم. قريبة كما تلاحظون، قريبة صار الغشاء القاعدي، وتكون مقاطعها عمودية. مقاطع شلون توضح بالشكل، والنواة مالتها بيضاوية. نعم. نعم هو. عندنا الخلية الذهبية تكون كروية في شكل، وتحتوي على قطيرة دهنية تشغل معظم حجم الخلية، ويكون السيتوبلازم فيها ممثل بحلقة نحيفة، وتكون نواتها جانبية الموقع. شكرا. بدو ماما. نعم. هاي ريها نماذج. وظيفتها تكون خزن الدهون لتوليد الطاقة وحماية الجسم من فقدان الحرارة. شكرا. هنا الخلية الصباغية تعطي نوع من النسيج الضامن الهلالي، وظيفتها تعطي العنوان النسيج الضامن الهلالي. شكرا. الخلية الدهنية واسعة الانتشار وكبيرة الحجم، وأشكالها تكون مختلفة، تكون السيتوبلازم مدببة ونواتها غير مركزية، تحتوي الهستامين والهيبارين. شكرا.